بقول لك مدرب بتاعي فاشل فاشل فاشل. لما بتيجي في مباريات كبيره ما بيعرفش يديرها. بقول تاني ما بيعرفش يديرها. هو اللي ضيع جهد الولاد النهارده بالتشكيل بتاعه. على سبيل المثال محمد ابراهيم بقاله سنه ما لعبش يا جماعه. انت جاي تهزر؟ انت شايف ان معروف يوسف في المكان ده مش مكانه؟ ايمن حفني بره ليه؟ حمودي بره ليه؟ ابراهيم عبد الخالق بره ليه؟ ايوه انا كوتش بقول اللي مش عاجبه اهو، انا دي خطتي اللي كنت عاملها. ابراهيم عبد الخالق مع طارق حامد في خط النص. خلاص؟ معروف يلعب اذا كان هيلعبه ناحيه الشمال وقدامه حمودي. اللقاء الناحيه اليمين احمد توفيق ما شاء الله واخد بالك، ويبقى قدامه واحد زي باسم ولا قدامه، انما وعمر جابر ما شاء الله النهارده. وبعدين انت راجل فاشل، لا عارف تشكل ولا عارف تغير. واقول اهو اي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من اي خراره. شكرا لك سياده المستشار، مش مشكله ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. هذا كان حديث سعاده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. ناصر التميمي اعود اليه مره اخرى في ارضيه الملعب. اليك ناصر.